السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة من مطبخ فتون. هنعمل النهاردة مع بعض صدور فراخ ولوبيا في حلة على النار كده. حطيت الحلة وحطيت عليها اللوبيا، كنت انا نقعها قبلها بساعة وولعت عليها كده زي ما انتوا شايفين عشان تتسلق. وعندي هنا بقى جبت الطماطم غسلتها، وجبت 6 فصوص توم قشرتهم كده وعليهم قرن فلفل سبايسي، ونضربهم كده في الخلاط ونخليها ناعم خالص. وبعدين هنشوف هنعمل ايه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من مطبخي مطبخ فتوم. اول ما ابدأ الفيديو كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض صدور الفراخ بتتبيلة حلوة كده وتغيير عن كل مرة. انا عندي هنا اللهم صل على النبي صدور الفراخ جبتها كده وغسلتها غسلة كويسة، وقطعتها كده زي ما انتوا شايفين كده عشان التتبيلة تدخل جواها. وعندنا هنا كده لوبيا انا سلقتها يا جماعة، دي اللوبيا البلدي. اللوبيا البلدي بيبقى لونها غامق كده. سلقتها كده وغسلتها وخليت ميتها فلة كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا هنا كده عصير الطماطم اللي هعمل بيه اللوبيا. انا عصرتها كده وحطيت معاها طبعا 5 فصوص توم. انا بطحن التوم مع الطماطم وقرن فلفل سبايسي. ومعانا هنا بقى البهارات الحلوة اللي هنتبل بها الفراخ. معايا هنا فلفل اسود، كمون، رشة من ال7 بهارات، رشة ملح، رشة شطة صغيرة، رشة بابريكا. ومعايا هنا رشة حبهان مطحون. ومعايا هنا طبعا بصلتين وقرن فلفل سبايسي حسب الرغبة وقرن فلفل عادي. هنسمي بالرحمن ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا عندي هنا طاسة على النار، او لو عندك صينية صغيرة هننزل كده برشة زيت. هنعلي كده النار عليها. انا عندي هنا كده زيت اتقدح كده معايا سخن كويس. قطعت البصل كده بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين، وهنزل بيه كده على الزيت. انا عندي هنا كده البصلة ريحتها طلعت كده ما شاء الله. ابدأ بقى انزل عليها كده بقطع الفراخ. بسم الله. انا عايزة كده الفراخ تاخد ريحة البصلة. انا خلاص هنا كده قلبت الفراخ كده على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى هنا بقرن الفلفل السبايسي وقرن فلفل عادي. وهننزل بقى ايه بالبهارات الحلوة بتاعتنا. نقول تاني: فلفل وكمون وبابريكا ورشة شطة وحبهان مطحون ورشة من ال7 بهارات ورشة ملح. هننزل بقى بالبهارات الحلوة دي كده. بصوا الريحة والله طالعة ما شاء الله. مجرد بس الفراخ ما نزلت مع البصل ريحة طالعة تحفة. بسم الله ما شاء الله. لو وصلت لحد المقطع ده ما تنسيش يا قمر اللايك الحلو اللي بيفرح قلبي. انا عندي هنا طماطمايه واحده بس، طماطمايه متقطعه قطع صغيره كده زي ما انتوا شايفين. هنزل بها كمان هنا. وهغطي عليها لما تستوي وهرجع لكم تاني. في حله على النار هنا برضو نزلت هنا كده بشويه زيت عشان اعمل اللوبيا معاكم.
وعندي كده بصلاية متقطعة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. يا دوب كده لونها هيتغير وهنزل عليها بعصير الطماطم. انا عندي هنا كده البصلة كده اخدت لون، هنزل عليها كده بعصير الطماطم. معايا هنا كده رشة من الفلفل الاسود، رشة من الكمون، ومعايا هنا رشة من البابريكا، ورشة ملح. انا يا جماعة حاطة الثوم مع الطماطم، انا فرمة الثوم مع الطماطم. في حلة على النار كده بقى هنعمل مع بعض الرز. انا عندي هنا كده يا بنات خلاص كده التسبيكة بتاعت اللوبيا اتسبكت خلاص، هنزل بيها كده بسم الله. طبعا انا مظبطة الملح ومظبطة البهارات ومظبطة حاجتها كلها. بصوا اللون الجميل. طبعا الخضار دوت لو انت حابة تضيفيله مرقة مفيش اي مشكلة عادي خالص، بس انا حباه كده يعني انا عندي المرقة بس انا حباه كده بالتوابل اللي انا حطاها عليه بس. بصوا بقى الفراخ عندنا ريحتها بسم الله ما شاء الله طالعة تحفة. رجعت لكم كده تاني يا بنات بعد ما خلصت كده الاكل. عملنا كده طبق اللوبيا الجميل ده بسم الله ما شاء الله، وعملت هنا بقى طبق الرز التحفة ده بالحروف الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. انا ما كانش عندي شعرية وكان عندي كيس زي لسان العصفور كده، يعني بعمله بشوربة زي لسان العصفور، قلت هجرب واعمل بيه الرز. بصوا الجمال، حرف الام وحرف الاي والار ورقم 2 ارقام وحروف يعني، بس بسم الله ما شاء الله طالع جميل جدا في الرز ازاي. وعندنا هنا بقى الفراخ بالخلطة اللي انا عملتها معاكم. بصوا الجمال، طالعة بسم الله ما شاء الله تحفة وجميلة ومستوية كده ودايبة دايبة دوب كده زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو. ودي هنا بقى تسيب الاكل كله وتاكل الخلطة بتاعت الفراخ دي، جميلة جميلة جدا جدا جدا. ده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة على قناتي مطبخ فطور. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.